برنامجنا ضيفة وضيوف. يسعد مساكم باليوم التاسع من شهر رمضان المبارك، ان شاء الله الصيام مقبول وافطار شهي. انتم معنا ببرنامج ضيفة وضيوف. انا شكران مرتجى معكم بالتقديم، ومعنا فرقة تويست للموسيقى، ومعكم فريق البرنامج اللي بيستناكم كل يوم، ومثل ما انتم بتستنونا خليكم معنا. مشاهدينا كالعادة 100 مساء عليكم. برنامج ضيفة وضيوف بلش على مدار ساعة كاملة من الزمن. رح نستقبل ضيفتنا الممثلة اللي بتحبوها كتير، واكيد كلكم عرفتوا مين هي، وفي مسابقات وفي شركاء على البال، وفي معنا الفرقة الموسيقية اللي حتمتعنا بمعزوفات كتير حلوة. بتمنى انكم تكونوا جاهزين لحلقة اليوم من ضيفة وضيوف. مشاهدينا كالعادة كلكم بدكم تعرفوا مين الضيفة. في ناس شافوا الإعلان، في ناس سمعوا امبارح بآخر الحلقة تبعنا. مثل العادة أنا ما بقول لحدا شيء غير ليشوف الفوتو مونتاج. مو قصة كانوا يتخانقوا، بس كانوا دائما مختلفين. صاروا ما ثوريين؟ ايه ظراف ماشي حالهم. لا معقولة تكون هي؟ ايه والله روحت شكل اجنبي. ها عندك رامي وبتخافي؟ حامي؟ لا ماني حامل، اطمن. بس انت ليش انزعجت؟ هو علينا العمى بعيونكم العمى، لسه كل واحدة بتزيد على الثانية. ان شاء الله عمركم ما صالحتوا، تنضربي منك إله. إيه في هاي المسألة ما صحي الله ولا لي خلاص؟ ايه ترى من زمان وقتها تعصلجت معي. طيب فشلي عندك الدلال شافتك مع نادر؟ ايه كنت انا وامين رايحين على الجنينة، سلم علينا بعدين رجعنا على البيت. شو ناسبت ضيافة؟ وقت المنشفة نزلت انا وامين نجيبها، ضيفنا وبعت لكم ضيافة.
لوين؟ عندي تصوير. وقلت لأمك؟ حاولت إلا أكثر من 50 مرة ما لها فاضية، ما كانت ترد علي. بدون كاسة. قولي على قامتي يا منيرة خانم، قولي على قامتي، ما بتستاهل ما بتستاهل. عم يكهربوها حاج بقى يا قولي على قامتي. ولك وقتي يا منيرة خانم، وقتي. مو عادة. لا خلص بقى انت وياها. ضيفتنا لليوم اول اطلالة إلها كانت بمسلسل الكواسر بدور هديل سنة 1998. كانت اكثر من رائعة، وبعدها تعرفنا عليها بشخصية سوسو بالفصول الاربعة وحبيناها، وغادة بمسلسل اسرار المدينة، وهبة بالوصية، ويارا ببنات اجريبوز، وغيداء بغزلان في غابة الذئاب، وبدور لوليا على حافة الهاوية. وهلأ عم نشوفها صبية من احلى الصبايا، وعم نشوفها كمان بزمن العار. ممثلتنا لليوم واللي اصرت اني ما الا نجمة، مع انه هي نجمة غصب عنها، هي ديما بيعة. اهلا وسهلا، وانا كل يوم بقول يا مرحبا يا مرحبا، نورك ضوى الكهرباء. مش مطفاه. لا ما بتطفيها. كيفك ديما؟ منيحة تمام. كل عام وانت بخير، رمضان كريم، ان شاء الله الصيام مقبول عليكي وعلى اسرتك وزوجك وعائلتك والعائله كلها. تفضلي عايدي جمهورك. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. يعني انا بتمنى انه يكونوا عم بينبسطوا بالمسلسلات اللي الكم يمكن هالسنه يمكن اقل مره يمكن فيها الكم فيها قليل، بس النوعيه هي كثير افضل. مهمه. ديما انت كثير قليله لحتى تعملي لقاءات فنيه، مضبوط؟ صح. متلبكه يعني؟ لا ما تتلبكي، اعتبري هون البيت بيتك، ونحن اخترنا اسم ضيفه وضيوف مشان الواحد يحس حاله عن جد بالبيت. دمدوم نحن كل حلقه بنختار موضوع، الضيف بيختار موضوع نحكي فيه. اختاري الموضوع اللي بدك اياه، ما عدا اللون الموف اللي اليوم شايفه اثنين لابسينه بالظاهر برجنا اليوم نحن اثنين على الموف. ضابط. ايه عن شو بتحبي تحكي؟ هيك شغله لها علاقه برمضان. انتوا حكيتوا كثير مواضيع كثير مهمه. في موضوع هي العلاقه بالقناعه اللي يمكن ما انحكى. لا ما انحكى عن القناعه. قناعه كنز لا يفنى طبعا. بظن انه يعني يا ريت انه العالم هيك اول شغله انه تحس اي واحد ينبسط بالشيء اللي عنده، يقتنع انه هو هيك الرضا. ايه طبعا، ويحاول انه يصير افضل. بس نحن ما نتطلع انه نقول ليش نحن مو مثل فلان او مثل فلانه، ليش نحن هيك صاير معنا. بظن كل ما الواحد اقتنع كل ما اجاه فرص افضل وقدر يحقق شيء احسن. مزبوط. يعني بس انت صار عندك هالقناعه جواتك فعلا تقدري تحققي افضل. مزبوط هذا الحكي. يعني دائما انا عندي قناعة انه الواحد لحتى يعيش مرتاح يمكن ما بدنا نقول لا نطلع هيك ولا نطلع هيك، نطلع على طبعا مستوى نظرنا بنكون مرتاحين. بتحبي تشربي قهوة؟ بحب خبرك انه اليوم مكنة القهوة صارت جاهزة. والله مبروك. اول ضيفة حتتناول فنجانا من القهوة، يا ريت تكونوا معي خطوة بخطوة. وها بسم الله الرحمن الرحيم. انت من شريبة القهوة؟ ايه بحب القهوة، وانا بحب القهوة كثير، وخصوصا بعد الافطار. الله الله، ده مو معقول. شلون؟ يعني صحيح صبرنا بس نلنا. هي القناعة والرضا. يعني اقتنعنا انه هي موجودة، الآلة حتشتغل بيوم من الايام، اشتغلت. نشكر المخرج الاستاذ